بسم الله، كل سنة وانتم طيبين. طبعا سريعا كده، شراء صناديق استثمار البنك الأهلي بعد الموضوع اللي حصل. الناس اللي كانت مستنية الشهادات الجديدة والناس اللي بتتعشم فوق 26% والكلام ده كله. تمام، أنا بنوريكم دلوقتي الطريقة من الخدمات الذاتية البنك الأهلي إنك تدخل تشتري آه، إصدار واستعلام عن صناديق استثمار البنك. انت حضرتك بتحط الرقم القومي وبتحط رقم التليفون المسجل بالبنك. بعد كده حضرتك بتقول تنفيذ، بيقول لحضرتك هيوصلك OTP تعمل تأكيد. طبعا أنا كده بشتري في غير مواعيد العمل الرسمية وفي غير الأيام الأسبوعية بتاعة إصدار صناديق الاستثمار، بس الخدمات الذاتية في البنك الأهلي بتتيح لك من على الويب سايت إنك تعمل ده. طيب، المفروض جالي OTP دلوقتي، استنى الOTP معاكم. كل حاجة لايف قدامكم. 930 327. تنفيذ. هيقول لي عايز تستعلم ولا عايز تشتري. احنا داخلين دلوقتي عشان نعمله طريقة الشراء في غير مواعيد العمل الرسمية وغير ما انت تروح الفرع وغير الكلام ده كله. قبل كده قلنا مزايا صناديق الاستثمار، واخونا الاستاذ المحترم محمد بتاع قناة المصرفي كتر خيره كان شرح لكم قبل كده كل مميزات صناديق الاستثمار، سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر. إصدار صناديق استثمار بيطلع لك بياناتك كعميل ويقول لك اختار الصندوق اللي انت عايزه. دي قدامكو صناديق البنك اللي متاح لك انك تشتري فيها. طيب انا داخل عشان اشتري انهي صندوق؟ الصندوق اللي الناس كلها دلوقتي يعني متعشمة ربنا يكرم فيه عشان يقدر يدخل لك دخل يعني شبه كويس، تواجه الضغوط والتضخم اللي احنا وصلنا له في مصر. فالناس كلها بتنصح بالصندوق الرابع. نعمله تجربة. الرابع ده الوثيقة بتاعته تقريبا هما الخمس وثائق بحوالي 1500. فلو افترضنا انك اشتريت 10 وثائق وبتوافق على الشروط والأحكام، الصندوق الرابع ده نقدي يومي تراكمي والعائد بتاعه شهري، وإن شاء الله دايما في ربح. تعمل تنفيذ. بيطلع لحضرتك إن تم استلام طلبك بنجاح وليه رقم مرجعي. ولو عايز كمان تطبع وثيقة الاستثمار بتاعتك من أي فرع، حضرتك بتتوجه بالرقم المرجعي ده. لكن أنا ما بنصحش حد يعمل كده، لأنك مش هتستفيد حاجة، هتضيع وقتك وخلاص. كل حاجتك على الأهلي نت أو على الأهلي موبايل. دول بيكونوا مع أول يوم عمل جاي بيدخلوا الوثائق دي، يعمل بلوك على الفلوس بتاعتها، وبعد الإقفال اليومي الساعة 5 أو 6 عصرا من اليوم ده بتلاقي الوثائق انضافت في حساب الاستثمار بتاعك، وتقدر طبعا في نفس اليوم اللي بتنضاف فيه تدخل تاني وتبيعها بمنتهى السهولة. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، وسريعا كده عرفتوا بتدخلوا منين. الخدمات الذاتية للبنك الأهلي بتكون من الواجهة الرئيسية لصفحة البنك الأهلي. ادي الهوم بيج. اول ما بتدخل كده انت حضرتك بتختار من هنا الخدمات الذاتية. ومن الخدمات الذاتية حضرتك بتختار إصدار واستعلام عن صناديق استثمار البنك الأهلي المصري. أتمنى تكونوا استفدتوا، وكل سنة وانتم طيبين.